الخير واهلا بيكم حلقه جديده من الاولى فن. النهارده هيكون معانا اخبار جديده وكمان تقارير مصوره. خليكم معانا ويلا بينا نبدا حلقتنا. قبل ما نعرف التقارير وقبل كمان ما نعرف الاخبار بالتفصيل هنشوف سوا ملخص الحلقه. هنشوف دلوقتي اول اخبارنا عن النجمه هيفاء وهبي بتقضي 3 أسابيع في بيروت عشان تصور المشاهد الخارجيه من مسلسل على ورق. انا قلت لكم الحلقات اللي فاتت ان كان في مشكله كبيره ان المخرج محمد سامي كان معطل التصوير علشان مشكلته مع الفنانه غادة عبد الرازق، مشكله القضايا والنيابه والمشاكل دي طبعا عطل كتير مسلسل على ورق. دلوقتي الحمد لله الازمه تقريبا انفرجت وخلاص مسافرين بيروت لمده 3 أسابيع عشان يصوروا كل المشاهد الخارجيه في بيروت وفي الاماكن الجميله اللي هناك. المفروض ان خلاص يعني المخرج محمد سامي بيستعد لكده، خلاص هيظبطوا كل حاجه في المسلسل. لكن كمان هيفاء وهبي بتعمل دعايه كبيره جدا لفيلم حلاوه روح، الفيلم الجديد اللي هيتعرض في الموسم ده. دايما الفنان بيحب ينوع ادواره، بيحب كمان يتقدم للجمهور بشكل جديد، شكل مختلف، لانك لو شفت نفس الممثل في كل دور زي التاني او شبهه ممكن تمله، ممكن تحس كمان مفيش اي ابداع وانك متوقع هو هيقول ايه قبل حتى ما يأدي دوره الجديد. المره دي رانيا يوسف بتقول سعيده جدا بالكوميديا السوداء في مسلسل جديد اسمه الوصايا السبع. المفروض ان المسلسل ده حاجه جديده جدا عليها، وبتقول ان المشاهد الدراميه شويه معقده وليها ابعاد نفسيه، الشخصيه اللي بتأديها يعني ليها ابعاد مختلفه، وعلشان كده هي سعيده قوي وحاسه ان ده هيأثر كتير قوي مع الجمهور وهيشوفوها بشكل مختلف. كمان هي بتعمل حاجه تانية، مسلسل الصندوق الاسود من تأليف طارق بركات ومن اخراج عادل الأعصر. الفنانه دلال عبد العزيز وكمان عمرو واكد بيصوروا سوا فيلم الوسيله. فين؟ في اسكندريه. اسكندريه بكل الاماكن الجميله اللي فيها وكمان شاطئها السحري، هيصوروا فيها مشاهد كتير جدا، وهي طبعا لوكيشن سري، واحنا دايما لما بنشوف الاماكن الطبيعيه والاماكن الخارجيه يكون بالجمال ده احنا نفسنا بنحب نشوف الفيلم، بنحس كده ان المشاهد فيها حريه وفيها حاجه جميله بتسعد وتبهج العين نفسها لما نيجي نشوف احداث الفيلم. عموما هما بيتكلموا في حاجات مش مبهجه بالمره، بيتكلموا عن قضايا كتير قوي ممكن تكون موجوده في المجتمع المصري، منها اللي موجود بكثره ومنها اللي الحمد لله لسه قليل، يعني زي البطاله، المخدرات، تجاره السلاح والتحرش وكمان الادمان على شويه سياسه وحبه عنوسه، كل القضايا في فيلم واحد. المهم ان هم هيصوروا في كذا مكان، في اسكندريه وبورسعيد وكمان مدينه الانتاج الاعلامي، وهيسافروا للبنان عشان يكملوا كمان مشاهد خارجيه هناك. ساعات بتحصل تغييرات كده في اللحظة الأخيرة لما يكون الفنان مرتبط بكذا عمل، ساعتها يعمل إيه؟ يحير نفسه يعني، ولا يحاول إنه يتأخر على عمل من الأعمال ويعمل دروب لكل الناس اللي بتصور؟ أكيد ما ينفعش، لازم يختار الأفضل بالنسبة له، ويختار كمان اللي هو بيحاول يركز فيه واللي شايف إنه أنجح فيه، لازم يضحي بحاجة، مفيش حد بياخد كل حاجة. حسن مصطفى بدلا من سعيد طرابيق في حسنين يعيش مرتين. حسنين يعيش مرتين اسم مسرحيه جديده، المفروض ان كان هيقوم بدور البطوله فيها سعيد طرابيق، لكن تم تغييره لان الفنان سعيد طرابيق مشغول بحاجات تانية ومسلسلات دراميه، وشايف ان في اعمال تانية ما يقدرش يلتزم كمان بالمسرح، خصوصا انتوا عارفين الدقه المتناهيه في المواعيد وابتداء العرض، يعني الموضوع ما فيهوش هزار، المسرح ما فيهوش تهريج، لازم يكون حد متفرغ وكمان ملتزم. هو شاف ان مشغول فعلا وما يقدرش يأدي الدور ده، فكان بدلا منه الفنان حسن مصطفى. سمعنا كتير عن ممثل يقول الحاجة دي نقلة في حياتي،
المشروع ده نقله في حياتي، الفيلم ده نقله في حياتي. ممكن دور يغير حاجات كتير قوي بالنسبه لك، يغير حجم نجوميتك، يخليك مثلا من مصاف الادوار الثانيه لدور البطوله المطلقه، او يبقى لك شعبيه مختلفه عند الجمهور. المهم ان عبير صبري سكرتيره رئيس الجمهوريه، وبتقول ان الدور ده بالذات بتعتبره نقله في حياتها. هي دلوقتي في مسلسل السيده الاولى مع الفنانه غادة عبد الرازق والفنان ممدوح عبد العليم، وهي سعيده جدا بالدور ده. بتقول انها بتأدي فيه دور سكرتيرة رئيس الجمهورية. هي متأكدة انه هيبقى نقلة في حياتها، نقلة في حياتها الفنية، حاجة مختلفة تماما عن كل الأدوار اللي قدمتها. وبتقول انها حاسة ان المسلسل ده ودورها فيه هيبقى نقلة كمان عند الجمهور، هيحسوا ويشوفوا عبير صبري بشكل مختلف. بعد غياب 7 سنوات فاروق الفيشاوي يعود للسينما بالقط. الفنان فاروق الفيشاوي قعد 7 سنين ما يعملش افلام سينما، ولو سالنا اي حد بعيد عن الساحه السينمائيه هيقول ما لقيتش الدور المناسب، او طبعا احنا عارفين ان الازمه الماديه الموجوده دلوقتي والازمه الانتاجيه خلت ان مشاريع كتير قوي تتعطل، ومشاريع كتير قوي ما يتمش انجازها في الوقت المناسب، وده اللي بعد فنانين كتير عن السينما. ده خلاف كمان المسلسلات الدراميه اللي خدت نجوم السينما ونجوم الشباك لشاشه الدراما، اللي طبعا بتحقق انتشار وشعبيه عند المشاهد. احنا كلنا بنحب المسلسلات لانها بتكون ضيف تقريبا بيستديم حوالي 30 حلقه مثلا على الاقل، دلوقتي في حاجات كتير اكتر من كده. المهم ان هو دلوقتي هيروح للسينما بفيلم القط مع المخرج ابراهيم البطوط. اخر فيلم كان سنه 2007 اللي هو الوان السما السبعه، فاكرينه؟ الفيلم ده كان المفروض ان هو قصه حب بين 2 مالهمش اي علاقه ببعض، لكن كل واحد فيهم كان بيحاول ياخد التاني لدنياه المختلفه عن الاخر. ياسمين عبد العزيز بعد اسبوعين هتبدا مطلوب عريس. مطلوب عريس ده فيلم جديد، والفيلم ده من اسمه كده بيناقش ايه؟ مشكله العنوسه عند البنات، ارتفاع سن الزواج. المشكله دي بتاثر طبعا، هي بجد هي كوميديا سوداء لانها بتاثر على حالتهم النفسيه وحالتهم الاجتماعيه، لان ده مش الطبيعي في الحياه تاخير سن الزواج، خصوصا لسن كبير قوي ممكن توصل ليه البنات دلوقتي. عموما هم هياخدوا المضمون لكن بشكل حلو، شكل جميل وشكل كوميدي، زي ما احنا شفنا ياسمين عبد العزيز في عدة أفلام شفناها بشكل طريف جدا، بعيد عن أي حاجة مأساوية ولا المضمون المكلكع قوي اللي احنا ممكن نشوفه في أفلام تانية. الموضوع هيبقى بسيط جدا، مشكلة العنوسة ولكن في قالب كوميدي. أنا جاية أشرفكم في البداية، أنا أحب أعرفكم جودي بنتي تبرمكم تبلفكم تحت موت موت موت. التاريخ هو اللي يتكلم، أنا لفة ودايرة يا معلم، أي خفة في وشه هيتعلم أخده متشلوت يوت. بس عيبنا كده عيب، بس عيبنا كده عيب، ليه؟ بس عيبنا كده عيب، ليه؟ عيب عيب ليه؟ بس عيبنا كده عيب، ليه؟ بس عيبنا كده عيب، ليه؟ بس عيبنا كده عيب، ليه؟ عيب ليه؟ الحب الجدة دودي طبعا بنحبها، دودي كوم وفكم دودي جدة مفيش زيها. دودي تتقفل أي حتة وتطير 5 6 وتشوفها تقول دي قطة، تقلب خاف منها ولا إيه؟ الفنانة هالة فاخر بترفض تقديم بوجي وطمطم بعد الراحل يوني الشلبي، الله يرحمه. أنا نفسي مش متخيلة إني ممكن أشوف بوجي وطمطم بالفنانة هالة فاخر من غير الفنان يوني الشلبي، بطمطم من غير بوجي. طب ازاي يعني؟ الموضوع طبعا ما ينفعش. يعني كل الجيل بتاعي، كل الناس اللي شافته هم صغيرين، واحنا كنا بنكبر وبوجي وطمطم لسه صغيرين، كنا فرحانين قوي بالموضوع ده، ان احنا يعني بنكبر سنه ورا سنه، بوجي وطمطم لسه صغيرين زي ما هم. لكن دلوقتي لما نشوف الشخصيات اللي جيل كامل اتربى عليها مختلفه، يعني اخت من غير اخوها، الموضوع هيفرق معانا احنا نفسيا. عموما في شويه كلام واشاعات اتقالوا عن الفنانه هاله فاخر انها هتبدا في تقديم مسلسل بوجي وطمطم مره تانية. هي بتقول مش ممكن اعمل كده، انا مش هعمل كده بعد الفنان يوني الشلبي، وكل ده كلام في الهوا ومش ممكن يكون ليه اي علاقه باي حاجه. والدليل على كده ان انا مشغوله جدا بمسلسلي الجديد، مسلسل ابن حلال مع محمد رمضان، شخصيه صعيديه
ودور مختلف والدة محمد رمضان في المسلسل. الشخصية دي ما قدمتهاش قبل كده بالمرة، فشايفة ان ثوب جديد للفنانة هالة فاخر، وان شاء الله يكون عمل ناجح. شوف هتقولي جحا تاني وكمان حماره. ايوه يا طمطم، ايوه ده حمار ظريف قوي. ده لازم بوجي. انا هفتح له. كله منك انت يا بوجي عشان طلعت في دماغها التخاريف دي كلها. تعالي يا طمطم شوفي. مين؟ الراجل الوحش. مين ده بقى؟ مين؟ هاني؟ اهلا يا ست طمطم، هو الاستاذ بوجي مش هنا؟ لا، هو مع زيكا تحت. اي خدمة؟ ايوه، اصله في امانه كنت عاوز اديها له. اصل الامانه دي انا خدتها من زقله. طب ما ترجعها له. ترجعها لبوجي ليه؟ اصلي مش لاقي زقله. يعني هو انا اللي هدور لك عليه؟ وكمان فيلم لمحمد رمضان اسمه واحد صعيدي، هيتصور في اماكن جميله جدا في مصر. عارفين هيتصور فين؟ في العين السخنه. هو المفروض انه هيشتغل في الفيلم يعني فرد امن في قريه من القرى السياحيه هناك. الفيلم ده من بطوله محمد رمضان ورندا البحيري واخراج اسماعيل فاروق. العراق كرم فاتن حمامة في احتفالية بغداد عاصمة الثقافة العربية. طبعا الفنانة سيدة الشاشة العربية اتكرمت في فعاليات بغداد عاصمة الثقافة العربية في احتفالية كبيرة كان مدتها 3 أيام. طبعا تكريمها عن مجمل مشوارها الفني ومجمل أعمالها على مدار عمر طويل جدا. اللقب سيدة الشاشة العربية ما جاش بين يوم وليلة أو فيلم واحد. ممكن نطلع دلوقتي على الناس ألقاب من فيلم أو مسلسل أو فيديو كليب واحد. الموضوع مختلف تماما. هي كان ليها رصيد كبير جدا عند الناس على مدار سنوات عمرها، قدمت كل الادوار اللي ممكن نتخيلها، وكان في تنوع في ادوارها. كمان يعني في نفس الاحتفاليه كرموا عدد كبير من المبدعين بجانب الفنانه الكبيره فاتن حمامه. لو اتكلمنا عن الفنانه فاتن حمامه هنعرف انها مواليد عام 1931، وكان اول حاجه ليها انه هي صغيره كانت بتروح دور العرض في السينما وتتفرج مع والدها على الافلام العربيه. واول فيلم ليها كان فيلم يوم سعيد مع موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، وكان الفيلم من اخراج محمد كريم. بعديها توالت الاعمال من وهي صغيره لحد ما كبرت، وشفنا كل اعمالها وبتتكرم كمان عن مجمل اعمالها. بعد التحية، كاتبته محسوبتكم بطة حرة، لا كيشة ولا غرة. دي مش بطالة. نفيتكم ان في رصاصة تفيدكم ان في رصاصة جت في قلبها من حضرتكم، ودمها سايح وبتكاكي وتقول كاك كاك كاك، وده معناه في لغة البط الخضاري والكولفير وكل انواع البط الحر: احبك احبك احبك. فالى اللقاء في دار البقاء. وكواك كواك. ايه ده؟ 7 اسطر كواك؟ لا، ما هو في الوش التاني كمان، ما هو ده اللي عاوزاك تترجميه وتنقليه فصيح. طب وايه معنى فإلى اللقاء في دار البقاء دي؟ علشان يعرف ان الحب عذاب وموت. لا، ده انا بالنسبة لي الحب سعادة وهنا. وايه كمان؟ الحب جميل، بيملى القلب والعين جمال. قبل ما اعرفه كانت الدنيا دنيا، دلوقتي الدنيا جنة. كان قلبي يقول لي انت مولودة عشاني، دلوقتي بقول لقلبي انا مولودة عشانك. الحب طير، ارضه السما وسماه القلب. دلوقتي خلصت اخبارنا وهنروح للتقارير المصوره. كاميرا الأولى فن كانت في عزا حفيد الفنان الكبير فريد شوقي. كاميرا الأولى فن اتقابلت مع النجوم اللي كانوا بيعزوا في حفيد الفنان الكبير فريد شوقي. كان من الفنانين هناك وفاء عامر وبشرى والفنانة شهيرة ورانيا محمود ياسين وكمان محمد أبو داوود والفنانة نهى العمروسي. تعالوا نشوف قالوا ايه.
ربنا يرحمه وربنا يسكنه فسيح جناته. مش هنقول حاجة غير يعني إن شاء الله بإذن الله ربنا إن شاء الله يدخله جنته بإذن الله ويغفر له ويرحمنا كلنا إن شاء الله. ربنا يصبر الجميع. يعني الواحد مش عارف يعزي مين ولا مين ولا مين ولا مين. يعني ربنا يجعل العوض في بنته وربنا يقوي داليا ومدام ناهد. يعني ربنا كبير. البقاء لله وربنا يا رب يرحمه ويثبته عند السؤال ويسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ويربط على قلب أمه ويصبر أهله وأصحابه وأحبابه. إنا لله وإنا إليه راجعون. البقاء لله في أخونا فريد. والحقيقة احنا كلنا متربيين مع بعض وحقيقة ومصاب أليم بالنسبة لنا كلنا. وربنا يصبر مدام ناهد وكل أسرته وأسرة الراحل فريد شوقي وربنا يصبرنا جميعا. بقاء لله. نقول الله يرحمه ويدخله فسيح جناته وربنا طبعا يصبر أمه وأخته وأبوه. وطبعا شاب في مقتبل العمر إنما زي ما الأعمار بيد الله ما حدش واخد منها حاجة. إنما ربنا يصبرهم ويدخله فسيح جناته. بقاء لله. طبعا الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه ويدخله الجنة بغير حسابه ويصبر أهله ويجعله شفيع لأمه إن شاء الله ويصبر اللي موجودين. يعني ربنا يكون في عونه. ربنا يكون في عونه. هو كانت روحه حلوة وبيحب الناس ربنا يجعل أعماله شفيع عليه إن شاء الله بإذن الله. الله يرحمه. حادثة مؤلمة جدا وده عمره وكلنا راجعين الموت. يعني كلنا بدل اتولدنا هنموت. يعني دي الحقيقة الوحيدة. ربنا يصبر أهله وإنا لله وإنا إليه راجعون. هي بالنسبة لي مش منتجة. هي بنت الحبيب الغالي فريد شوقي. فهي أختي الصغيرة وربنا يصبر قلبها ويجعلها آخر الأحزان. حقيقة كانت فجيعة علينا كلنا. والبقاء لله والله يرحمه ويحسن إليه. بقاء لله وربنا يصبر أمه وأهله وأخواته وعيلته ويصبرنا ويسكنوا فسيح جناته يا رب. اللهم لا اعتراض اللهم لا اعتراض اللهم لا اعتراض. بقاء لله. المرة اللي فاتت عملنا مع بعض كده شوية إلقاء ضوء بسيط على آراء الناس الفنانين طبعا والنجوم اللي انتوا بتحبوهم على تويتر. أول تويتة معايا جمال سليمان: بدأت تصوير مسلسل صديق العمر من أيام. الفنانة شريهان بتقول: اعتذرت فعليا عن مسلسل دموع سندريلا. في كمان تويتة لإيهاب توفيق: استكمل تجهيز ألبومي الجديد بعد أجازتي في دبي. هيفاء وهبي بتقول: نسيت الماضي وأفكر في المستقبل بلا زواج. محمد سعد: أستعين بمكير فرنسي في مسلسل جديد. استنونا الأسبوع الجاي، أخبار جديدة وتقارير جديدة وكمان كلام الفنانين على تويتر. باي باي.